الخبر محدش يشوفها، صعب صعب صعب. كانت صدمة واحنا لحد دلوقتي في صدمة ومش مصدقين ان بنتنا يحصل فيها كده. راحوا يسألوا عليه طبعا لقوا معاه بطاقتين. كانت تروح تخدمها وتعمل لها كل حاجة يا أستاذة، وتسلطه ويروح يضربها ويعذب. منك لله حسب الله ونعم الوكيل. تخيل ان في واحدة تتقتل بسبب الحب، يعني عشان بتحب شخص جدا حياتها انتهت. في يوم 6 ابريل 2023 بتوصل مستشفى اكتوبر بنت عندها 20 سنة، كان معاها شخص هو اللي شايلها، والدكاترة خدوها منه وبدأوا الفحص عليها، واكتشفوا انها واصلة المستشفى وهي ميتة اصلا. اثناء الكشف اكتشفوا انها مطعونة بآلة حادة في منطقة قريبة من منطقة القلب، ده غير الكدمات اللي كانت ماليه كل جسمها. المستشفى بلغت مديريه امن الجيزه ووصلوا على الفور، ولما شافوا الشخص اللي كان موجود مع الجثه خدوه على طول علشان يعرفوا منه ايه القصه. طيب مين البنت اللي اتقتلت ومين الشخص اللي كان معاها وقتلها ازاي؟ والسؤال الاهم، قتلها ليه؟ اسند لي ظهرك بقى كده وتعالى نرجع بالزمن شويه عشان نعرف ايه الحكايه.